معنى عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في الجحر والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. نحن في هذا النموذج تكريم المتفوقين والاجتماع في مثل هذا الحفل الطيب والفرحة بأبنائنا، هذا كله نجعله خطوة نرفع بها راية الإسلام، نقدمه نموذج لهذه البلد ونموذج الأمة كلها، أننا نتقدم بهذا الجهد البسيط، سواء من هذا الحفل الطيب أو من هؤلاء الأبناء، نتقدم به خطوة لرفع راية أمتنا، لأن أمتنا تنتظرنا أيها الأحباب. الأمة الآن والله تنتظر أمثال هؤلاء الكرام الأشاوس من هؤلاء الأبناء ليقودوها ويصنعوا تاريخها من جديد. تاريخ أي أمة يصنع بالنابغين فيها. حينما تقرأ في التاريخ، تاريخ أي أمة هو عبارة عن تاريخ أبنائها النابغين الذين جعلوا نبوغهم رفعا لأمر أمتهم. من نرى في تاريخ الإسلام، حينما نذكر تاريخ الإسلام نذكر تاريخ مين؟ تاريخ الأحجار والديار أم تاريخ الأفذاذ الكرام الذين قادوا هذه الأمة من رسولنا صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، والمجاهدون والأفذاذ أمثال صلاح الدين وقطز ومحمد الفاتح وألف أرسلان ونور الدين محمود وغيرهم والإمام الشافعي والإمام البخاري وغيرهم، الذين صنعوا بجهدهم وبتفوقهم وبأعمالهم تاريخ هذه الأمة. تاريخ أي أمة يصنع بتاريخ أبنائها النابغين الذين يقدمون جهدهم وعرقهم ونبوغهم من أجل أمتهم. أنا شاطرة هذه في المدرسة، وبابا وماما كانوا بيقولوا كده، كانوا بيشجعوا الموضوع. طيب ممكن تقولي لاخواتك كده يوم دراسي كنت بتبدأيه ازاي؟ يعني بتبدأي يومك بايه؟ يوم من الايام الدراسيه اللي انت بتبدأيها بالمذاكره. يمكن الحاج مصطفى كان بيقول ان احنا لازم يبقى في تعادل المذاكره، وكان بيذاكر كام ساعه والتكرار. عايزين نعرف يوم من ايام ريهام. طب يوم في الجامعه ولا يوم في المدرسه؟ ممكن يوم في الجامعه ويوم في المدرسه. بتقضي يوم في الجامعه ازاي ويوم في المدرسه دي؟ ايام الجامعه انا لقيت بقى فتحت الاولويه بقى. ايام الجامعه طبعا احنا كنا بنذاكر في اخر السنه، لان اساسا الكتب ما كانتش بتنزل في اخر السنه، فكنت بذاكر من الصبح لحد تاني يوم. في البيت بتبدأي بايه؟ كنت بخلص الماده في يوم واحد، كنت برجع اعدادي. في البيت يوم من البيت. حاولت تبدأي حياتك بايه؟ هل بتبدأي على الكتب على طول؟ لا، ببدأ طبعا من اول بفتح تشغيل القرآن وبعدين نفطر وبعدين بذاكر. حضرتك معاك وردتين تقدميهم منين؟ من أول وردة لبابا وماما الاثنين مع بعض، ثاني وردة لدكاترتي في الجامعة. السؤال اللي انت كنت فاكرة منها تقولي لك وسألتوهاش. من القدوة. القدوة ممكن أقول قدوتين. اتفضلي. أول قدوة الرسول السلام. ثاني قدوة دكتورة اسمها دكتورة أحلام أصبح اللي كانت اشمعنى؟ علمتي منها ايه؟ هي كانت عندها 30 سنة وكانت دكتورة. كانت مجتهدة جدا. يعني عندها يعني سنها صغير قوي ودكتورة ومجتهدة قوي، كانت أشطر دكتورة في الفكر. احنا نختم سؤالنا بآخر حاجة نقول لك نصيحة تقدميها لاخواتك عشان يبقوا متفوقين زيك. والله أنا عايزة أقول لهم ربنا دايما بيجازي من جنس العمل، ومن جد هذا يعني. جزاكم الله خيرا. الطالبة أميرة عبد الوهاب يماني مرسي 344 ونص 350. الطالبة آية عبد العزيز مصطفى. الطالبة آية محمد أحمد السيد. الطالبة ريهام رمضان عبد الله فرج. انتصر الإعلام المتفوقين يا رب يكون ما ننسوش. يا آية عبد العزيز ونقاط نسمع الحاج هننتظر هناخد خمس يوم. الإعلام المتفوقين يا ريت تنتظروا ورانا هنا. الخطوة القادمة بالخطوة الخلفية. دورة السلام. أنا
تعالوا يا بابا تعالوا الناس في مكاني. ايهام رمضان عبد الله طارق، صفوة ربيع رجب محمد. الطالب اسماعيل مصطفى اسماعيل. الطالبة جهاد علي رزق موسى. الطالب اسلام عبد الهادي عبد الجواد. الطالب اسماعيل رمضان اسماعيل. اسماعيل رمضان اسماعيل. الطالب احمد ربيع حسين. الطالبة رحاب شعبان علي. رحاب شعبان علي. الطالب محمد وحيد صلاح عويس. محمد وحيد صلاح عويس. الطالبة تسنيم أشرف عبد الحميد. تسنيم أشرف عبد الحميد. الطالبة أسماء فتحي عبد الجواد. الطالبة شيماء خالد شعبان علي. شيماء خالد شعبان علي. الطالب أحمد نادي شعبان. أحمد نادي شعبان. الطالبة إسراء طوبة بسعيد كريم. أوائل الابتدائية الأزهرية. تعالوا الصفات. تحييهم يا جماعة، تصحيحة جامدة للمتفوقين.